عسلامة، أنا جيت وجبت لكم أدبارة جديدة كيف العادة. زعما قلقتوا مني ولا ما زلتوا؟ لو أدي ما نلقاش تفاعل كيف العادة بالحق. فستين الفارطة في رمضان ما شاء الله، برشا تفاعل، برشا مشاهدات، برشا كومنتيرات، برشا جو. السنة ما نعرفش علاش ما تسالش مواصلة أنا، خاطر نعمل في حاجة نحب نقدم لكم أدبارة ابننا ومزيانة ومختلفة. يلا تبعوني وشوفوني شنو باش نعملوا اليوم. أول حاجة باش نبداو بالحاجة الحلوة. ونعرف الناس الكل تبدا عندهم هكا صحفه ولا صحين فيه حلو ما نسحقوهاش، دخل خارج الفريجيدير ما نسحقوهاش. هذاك علاش باش نعملوا بيه معاش عاش تونسي. انا عندي بقايا متاع كعبه كيك، وعندي بقايا متاع تارت هذيك اللي عملناها باللوز والكنافه. بالنسبه لي اليوم باش نعمل بما بقى كما قلت من الحلويات اللي عندي، واي نوع متاع حلويات عندكم تنجموا تطبقوا نفس الوصفه، او تعملوا كيكه بطعم الكاكاو، او تنجموا زاده تشريوا كيكه حاضره. ترحيوا المكونات الكل في بعضهم مهما كانت الكميه. لهنا راهو المعشعش التونسي كما تعرفوا بالبقايا نتاع الحلويات يصير. باهي نخلط المكونات الكل في بعضهم، ومش لازم باش نزيد فاكهه خاطر هي تار ديجا باللوز، وفيها الطعم زاده نتاع الكنافه المقرمش بالحق جات بنينه على الاخر. خلط المكونات كما قلت، وزدتها مغرفه بات اتارتيني، بات شوكولا تارتيني، وزدت هكا عجنت مليح. كيف لقيتها ناقصه وانا زدت شويه حليب. علاش زدت شويه حليب؟ باش ما تجينيش حلوه برشا. نجم راهو نزيد شويه شحور، اما ما نحبش حلوه برشا. وحاجه اخرى باش نستعملها في نهارته ما هيش مش تفسد لي، استعملت على نهارين لا محاله. به بعدين نشكلها هكا اصابع عادي جدا، اصابع الحجم اللي نحب عليه. ونجم زي نعملها كويرات ونخليها تبرد في الكونجيلاتور. هذه اول حاجه خليناها في الكونجيلاتور. وتعدينا باش نعملوا الوصفه اللي بعدها. باش نعملوا خبزه محشيه او خبيزه محشيه بنينه برشا وسهله مش صعيبه. خذيت 400 غرام فرينه مع ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة سكر، وملعقة كبيرة خميرة فورية في حفرة في الوسط. عملت السكر والخميرة، وزدت 4 ملاعق زيت زيتونة، ولا تنجموا زيت نباتي، ولا تنجموا الزبدة ذيبة. لهنا باش تفاعلي الخميرة في ساعة زدت شوية ماء دافي للسكر والخميرة، وباش نكمل نعجن بالماء الدافي. ديما نقول لكم الوصفات نتاع المعجنات مش بالضرورة نعجنوا بالحليب، وأن نزيدوا يogurt طبيعي. المفيد والأهم أن نعجنوا مليح. نزيد كمية الماء تدريجيا حتى نتحصل على العجينة متماسكة. وقتها وأنا باش نعجنها تقريبا 5 دقائق. نجموا نستعينوا بالعجين الكهربائي، اما انا ديما نقول لكم نحب نعجن بيديا. به نعجنوها تقريبا 5 دقائق حتى تسيب روحها مليح. وقتها وانا نخليها في صحفتها ونغطيها ونخليها على سطح الحمل حتى يتضاعف الحجم بتاعها تقريبا نص ساعه او ساعه، غير ما تسحقش برشا. تنجموا تغطيوها وتخليوها في مكان دافي باش تسرع العمليه. لهنا كيما شفتوا زوز طناجر ولا زوز حاجات فرد وقت. ديما الغاز يخدم دوبل. باش نطيب شويه صوص تومات، شويه صوص بيتزا، وفي نفس الوقت باش نطيبوا شويه اللحم المفروم. لهنا عندي ديجا طماطم هذيك طازجه، طماطم مكعب مرحيه حاضره. سينو تنجموا تعملوا حتى كعيبتين طماطم ترحيوهم كعيبتين كبار، طماطم كبار شويه. زدت معاهم زيت وثوم. تشوفوا اني انا قاعده نطيب الزوز فرد وقت. زيت وثوم وشويه تابل وكرويه وشويه ملح. والطنجره الاخرى فيها او المقله الاخرى فيها زيت وفيها بصل قاعدين يذبلوا. الصوص تومات زدت شويه ما بالكل باش تنحي القروسيه نتاع الطماطم. والطنجرة الثانية بعد ما تذبلي البصل والزيت مع البصل مع الثوم، زدت شوية لحم مفروم، زدت ملح وفلفل أكحل وتابل وكروية، وكيف كيف زدت شوية فلفل أكحل للصوص تومات. ما نحبش نطول عليكم هذيك علاش نطيب دوبل. وكمام انتم زادا كيف مش تطيبوا في اتجاه في دياركم مش تخدموا الغاز فرد وقت باش ما تضيعوش الوقت. ما تنساوش الملح. انا راهو ساعات ننسى الملح ونرجع نتفرج على السيكونس فيديو نقول اسكو عملته ولا ما عملتش. نبدا نحب نثبت اسكو عملته ولا لا، ما نجمش نذوق. لهنا بعد ما تقليت بالباهي شويه اللحم المفروم زدت شويه ما ميم با هكا كيس صغير ما باش يتكمل يطيب لي مليح. نخليه حتى يكمل ينشح من ماه ووقتها يكون لي جاهز. وفي الاثناء زيد الصوص تومات طابت نطفي عليها نخليهم يبردوا. والعجينه نتاعي زاده اختمرت وتفاعلت. تو باش نحيلها ونتخلص من الغازات اللي تكونت فيها الكل، وباش نقسمها على زوز بعد ما نتخلص من الغازات نتاعها. ونكور زوز كويرات بالتساوي. لهنا خذيت الطبق نتاع التارت بما انه الحجم نتاعو 25 سنتيم، الحجم باهي معتبر يعني ما هوش صغير وما هوش كبير. وزاده
مرتفع شويه، هذاك علاش استعملته هو. حليت العجينه نتاعي كما قلت، الطرف كل طرف نحلو، الطرف الاول باش يكون للقاعده، والطرف الثاني هو اللي باش يغطي لي العجينه ومش يغطي لي الحشو. نحاول ان نستويها بالباهي ونهبطها هكا مليح في الجناب نتاع الطبق. ناخذ كميه الصوص طوماط، راني ما استعملتهاش كل كمام، حتى كي صبيت ما حبيتش نصب اكثر من هكا، خليت الكميه الثانيه على جنب. هذا كيف اللحم المفروم بعد ما طاب، راهو الحشو لازم يبرد، مهم برشا باش ما تنقبلناش العجينه، يعني بعد ما نطيبوه نستناوه يبرد شويه ما بين كملت خمره العجينه نتاعنا. نوزع كميه اللحم المفروم، نجمو نزيدو شويه معدنوس. ولهنا خديت بيض مصموط، عملت كعبتين عظم مصموطين وقصيتهم هكاكا ديرونتيل. بالنسبه للحشو اللي تحبوا تعملوا، اللي تحبوا تزيدوا، اللي تحبوا تنقصوا، زدت كيف زيتون رونديل، وزدت كميه نتاع فروماج تنجموا زيده. انا استعملت فروماج ايمونتال، تنجموا تزيدوا انتم حتى من عرشنا موتزاريلا ولا اي نوع نتاع فروماج تحبوا، ولا قطع نتاع فروماج كيما تحبوا. العجينه الثانيه كيف حليتها بالقلقال، وحاولت نغطي بها العجينه الاولى والحشو الاول، ونحي ذوك الزوائد من شويه زوائد بالكل. ولهنا شنو باش نعمل، ناخذ العجينه اللوطانيه، لازمني نسكر بها العجينه الفوقانيه، وننزل مليح وندور كيما هكا باش نتاكد بان العجينه نتاعي تسكرت، حتى كيف طابت جاتني مزيانه. لهنا عملت هكاكا ثقب في الوسط، يعني عادي كيما تحبوا تزينوها. خذيت اصفر بيضه مع نكته حليب وعملت الدورير. خليت الفرن تاعي يسخن على 180 درجة. زينت بشوية السينوج، وبين ما سخن لي الفور هي عودت هكا ارتفعت شوية، من بقى 5 دقائق خليتها على سطح العمل ودخلتها الطيب. باش نتعدي ونحضروا سلطة، تنجموا تقولوا عليها سلطة، تنجموا تقولوا عليها صوص، تنجموا تقولوا عليها كفتاجي، اللي تحبوا سميوها. وكل عام تقريبا نعملها في رمضان، علاش خاطر نحبها برشا. هي البرنسيب نتاعها اعتبار على المكونات نتاع الكفتاجي، اما هي ليه مقلية وليه في الفور ولا في الاير فراير. كيفاش باش نعمل، خديت المقله نتاعي وخديت فيها شويه زيت، ونبدا عاد نرمي بالمكون. واول حاجه بديتها القرع، قصيته طريفات، انا استعملت قرع احمر اليوم، ونغطي كما شفتوا بخطا، ولازم يبدا الخطا صغير، يعني الخطا الطنجره تبدا تلم الفابور مليح، على خاطر هي اليوم المكونات هذيا باش تطيب بالفابور، ما فيهاش برشا زيت كما قلت، مش حاجه مقليه باش تطيب بالفابور، اعتبارها انا مش نفورها والا ميم با شويه زيت شويه، ما نعرفش تفهموا فيا ولا شويه فابور هو اللي مش طيب لي المكونات. ولا هنا زدت كيف بعد ما زدت كميه الفلفل، وما عملتش برشا فلفل، تنجموا تعملوا اكثر من اللي عملت انا. تزيدوا كميه الطماطم تفوحوها بالملح والتابل وكرويه، وتزيدوا سنة ثوم. وفي الاثناء قاعده نذوب في الشوكولاته باش نعمل هذوك كعيبات المعشعش. وهذه هي النتيجه الاوليه يعني. به زدت بطاطا قليتها، البطاطا قليتها، ما نجمش نعملها بالطريقه هذيك خاطرها مش تكمل تسيب روحها. كيف البيض، كعبتين بيض طيبت قليتهم عفوا، نقطرها من زيتهم ونخلط المكونات الكل في بعضها، ويجيني اعتباره كما قلنا كفتاجي. اما وزدت قصيته شويه بالمقص، تنجموا تعملوه كالتسطيره، تنجموا تستعملوا زوز سكاكن وتزيدوا تقصوه. فوحت بالفلفل الأكحل والتبل كرويه، وما زدتش ملح. وهذه هي سلطتي صارت جاهزه. وبدينا على الاخر واحنا نحبوها خاطر فيها صوص، هذيك علاش يحبوها الصغار برشا باش ينجموا يغطسوا ما تجيش شايحه. تو باش نحضروا مع بعضنا النواصر، وفي نفس الوقت قاعده نطيب في شوربه بالدجاج، ما عاودش صورتها خاطر احنا الاكثرين نحبوا شوربه الدجاج ما نصورهاش ديما. به لهنا الزيت سخن بزايد، راهو ردوا بالنا من الزيت سخن بزايد، هذاك علاش تو مش تشوفوني باش نصب شويه ماء باش نبرد الزيت. به نورمالمون ما نعملش هكا، نورمالمون الزيت ما يسخنش. عملت كعيبه بصل على زوز، عملت كميه اللحم، وعملت 4 سنات ثوم تقريبا معصورين، سنات ثوم معصورين كبار يعني. به صبيت شويه ماء باش نبرد هذاك الزيت، ولو اني انا مسخنه ماء بجنبي خاطر ما عادش وقت عليا ولازمني نطيب بالماء السخون. زدت شويه كيف حمص منفخ، ومش نزيد كميه الطماطم، عملت تقريبا ملعقه وشويه، عملت شويه فلفل مهروش، فلفل اكحل، كركم، تبل وكرويه، خاطر انا اليوم عملت باللحم بقري، تنجموا تعملوا باي لحوم عندكم، وفلفل احمر. بالنسبه للصوص هذه باش تجي لا هي قويه برشا، يعني لا هي عقده برشا ولا هي جاريه، لا هي صوص كسكسي ولا هي صوص مقرونه. خليتهم يتقليوا شويه ما بين الماء والزيت والمكونات هذوكا، وباش نكمل نمرق ونخلي اللحم يطيب والكسكس من الفوق باش نفور. ومن بعد النواصر اللي عندي كيف العادة ما تنساوش الملح، خليوا الملح وما تنساوش ردوا بالكم. في ذا الفيديو بالضبط نسيت برشا مرات الملح.
به شنو لهنا خديت ترطل نواصر، خاطر ديجا هو رمضان ما نسحقوش برشا، عملت له شويه ملح وشويه زيت وخليته على جنب. ما نحبش نطول عليكم، الفيديو. بعد ما كعيبات لما عش تماسكوا مليح كما قلت، خليهم هكا سوايع في الكونجيلاتور، ولا نصير ساعه في الكونجيلاتور ولا سوايع في الفريجير اللوطه. ذوبت الشوكولاته، والشوكولاته كيف ذوبتها زدتها شويه زيت نباتي. نحب الشوكولاته كيف تذوب تكون لي ذيبه بالباهي، يعني سايله بالباهي، ذيك علاش نوفيو شويه في كميه الزيت النباتي ونخلطه. نغطس الكعيبات ونخليهم يقطروا. خديت عندي شويه لوز محمرته ورحيته، ومن بعد باش نكمل نزينه. طريقة التزيين سهلة برشا. بعد ما غطست الكعيبات الكل في الشوكولاتة وشدوا رواحهم وتماسكوا، بعدين في الجناب ذوك الشوكولاتة نعاود نذوبها إذا كانها بردت، ونعمل جيست هكا نغطس شوية في الجنب كيما هكا، ولا نصب عليها هكا شويه في الجنب باش تكون لي ماده لاصقه باش نجم نلصق فيها يا اما اللوز ولا البيستاش، النوازيت، عشنوات كوكو اللي تحبوا اللي تشتيو، تنجموا تخليوها بلاش. وهذه هي النتيجه نتاع الكعيبه، وجات بنينه وعجبت الصغار والكبار وما فيقوش هي شنيا بالضبط. هذه وصفتنا صارت لنا جاهزه. ونرجعوا للنواصر. ديجا خليت الكسكاس كما قلت فوق المقفول يسخن، وصبيت لهنا كميه النواصر. راني النواصر نعاود عملت لها الزيت، زيت زيتونه، وعملت لها الملح به. خليتها تفور، وزدت زاده كميه الخضر اللي هما عملت اليوم بطاطا وسناريا. فورت تقريبا 10 دقائق. بعد ما فورت 10 دقائق وانا هزيتها وصبيت لها شويه صوص وخليتها تعاود تفور. العمليه هذيك عملتها مرتين او 3 قد ما انتم يعني حسب الكميه اللي عندكم. انا عملتها مرتين اكاهو به. والخبزه المحشيه ديجا طابت لي واستنيتها تبرد، ولهنا قصيتها باش نوريكم كيفاش تكون. نرجعوا النواصر كما قلت فورت مرتين، يعني سقيتها مرتين وانا وريتكم مره برك. المره الثالثه شنيه؟ يا اما تسقيوها وتدخلوها للفور تتجمر شويه، والا انا نحبها غارقه في سقاها، نسقيها ونغطيها ونخليها حتى تشرب سقاها وتشيح وحدها، يعني تشرب سقاها وترجع تشيح. نغطيها في الفخار ونخليها صدقوني تجينا بنينه وفاركه والكعبه للكعبه. ومش لازم مش نشحروها، مش لازم نجمروها. وصفتي الثانيه جهزت، وهذه وصفتي الثالثه اللي هي الكفتاجي اللي على طريقتي لبنين. زينته بشويه تنجموا زيادة تعملوا كبدة وإلا مرقاز، شوية هكا رشة بصل وكعيبات زيتون مملحين ونوتكم ولا نشهيكم. وهذه وصفتي الثالثة أو الرابعة حضرت. كملنا تقريبا وصفات اليوم. إذا كانوا وصلتوا معي لآخر فيديو ما تنسيونيش في التشجيع، خاصة كما قلت مش عاجبني مردود القناة، ما فماش مشاهدات. راني انا صحيح نحبها برشا الخدمة هذه، وهي خدمة بخلاف انها هواية. يعني انا مثلا كل رمضان نبدا نصور في الفيديوهات ونعمل جو ليلي وليلكم كما قلت. اذا كان عجبكم المحتوى متاعي ما تنسونيش في تعليق وشيء طيبة للجميع.